أهلا بكل أصدقائي الأعزاء في جريد 5. معكم مستر محمود رضا، وإن شاء الله هنبدأ كونسبت 2 من المنهج بتاعنا. الكونسبت ده صغير جدا وسهل جدا، وإن شاء الله هنفهمه مع بعض. يلا نبدأ. أول حاجة عندنا هعرض لك some pictures وأنت تقول لي أنت شايف إيه. أوكي، تعال نبدأ بأول صورة. هنا what can you see؟ قول لي كل حاجة تقدر تشوفها. living organism non living thing، كل حاجة. أوكي، هسيب لك وقت بتبص كويس وتقول لي أنت شايف إيه. اوكي، جاهز. اوكي، تعال نشوف انت شفت ايه. هل انت شفت فيش؟ يس، شفت فيش، تيرتلز، كورال ريفز، شاركس، ووتر، اير، روكس. كل دول موجودين في الصورة صح؟ الشوية دول بنسميهم ايه؟ living organism right؟ والشوية دول بنسميهم non living things. تعال نعرض صورة تانية ونشوف انت فهمت الجزء ده ولا لا. الصورة دي قول لي انت شايف ايه في كل حاجة. اوكي، elephants, trees, deers اللي هي الغزلان، lions، دول اسمهم living organism. طب الووتر والاير والروكس زي ما انت شايف هنا، في ووتر وفي اير وفي روكس، دول اسمهم non living thing. يبقى في اي صورة هنا، اذا كان في الصورة دي او الصورة اللي فاتت، في living organism و non living thing صح؟ المنطقة بقى اللي فيها living organism و non living things وهما بيتفاعلوا مع بعض وفي ما بينهم interaction بنسميها ecosystem. يبقى تاني، يعني ايه ايكو سيستم؟ ايكو سيستم هو any area، اي منطقه contains living organism and non-living thing. وممكن يقول لك community، ممكن يقول لك كلمه community. اوكي، يبقى الايكو سيستم هو any area contains living organism and non-living things. زي ايه؟ زي الاوشن. الاوشن بتاعنا هنا شايفين فيه living organism و non-living things. والديزرت، وكمان الفورست، كل دول ايكو سيستمز. اوكي ماشي. السؤال الجديد، how can the animals get energy؟ ازاي الانيمالز بتحصل على الانرجي؟ do you know ازاي احنا بنحصل على الانرجي؟ yes we eat right، so we get energy by eating food right، so we need energy so we need to eat. اللي بنعمل ايه بالانرجي بقى؟ we run, we walk, even we sleep. okay، طب what about animals؟ animals also eat. but don't forget، ما تنساش ان الصن هي ال primary source of energy، هي الاوريجين، مصدر الطاقة الرئيسي على كوكب الأرض هي الصن. كل الانرجيز حتى اللي جوه البلانت اللي جوه جسمنا، الاوريجين بتاعها مصدرها هي الصن. طب الهوك، this is hawk، we call it hawk. this one eats meat، بياكل الميت عشان يحصل على الانرجي. خلي بالك ان الهوك doesn't eat plant ولا grass ولا seeds، بياكل بس ميت. ممكن ياكل مايس اللي هو الرات الصغير، ممكن ياكل سنيك، ممكن ياكل رابت، بس هو doesn't eat plant. اوكي، خلي بالك ان الهوك doesn't eat plant، it eats animals who eat plants. ولما بيموت بيحصل decomposers، هنفهم كلمة decomposers قريب. طب what about this sheep؟ الشيب دوت بياكل ايه؟ بياكل برضو animals؟ لا، الشيب ده او الجيراف او الكاو او البول او الانسكت رات all of those بياكلوا plant. هما بيختاروهوش من حيث التيست، هما بياكلوا البلانت because they can't eat meat right. فكل living organism مننا بيختار اكله اللي هيديله انرجي اللي يقدر ياكله. اوكي، طب ازاي البلانت بيقدر يعمل اكله؟ do you know؟ سهلة. plant can make its own food by a process called photosynthesis. Excellent. البلانت can make its own food during photosynthesis. طب فاكر كان بياخد ايه؟ water, sunlight, carbon dioxide. Excellent. بالكلوروفيل والاستوماتا اللي موجودة في الليفز بيديني أكسجين and sugar. فبالتالي بنسميه بروديوسر، بنسميه بروديوسر. الليفنج اورجانيزم بتنقسم لثلاثة، لثري تايبس. أول تايب اسمه بروديوسرز، والبروديوسرز they are living organism who can
make its own food. يبقى اللي بيقدر يعمل اكله بنسميه بروديوسر. يبقى لو جيت قلت لك في الساينتفك تيرم living organism can make its own food، ما تكتبليش plant، اكتب لي بروديوسر. يبقى بروديوسر زي البلانت they are living organism who can make their own food، زي البلانت algae microorganism. algae معناها طحالب. يبقى ايه هو البروديوسر؟ البروديوسر it's a living organism who can make its own food by photosynthesis. يبقى اللي بيقدر يعمل أكله لوحده جوه جسمه بنسميه بروديوسر، زي البلانت وزي الالجي. طب اوكي، طب ماشي، هو عمل أكله. طب وبقية الكائنات، بقية الحيوانات هتعمل ايه؟ هيجوا ياكلوا بروديوسر. يعني اللاين، تفتكر اللاين بياكل أكله ازاي؟ يس eats a cow، eats a deer اللي هي الغزالة. ممكن ياكل أي حاجة صح؟ ما بياكلش بلانت. يبقى اللاين can get its own food by eating another animal. وخلي بالك هنا ان اللاين اسمه predator. predator المفترس، هو مفترس دوت eats another living organism. والزبرة هنا بنسميه prey. prey يعني فريسة، اللي هو is eaten اللي بيتاكل. يبقى انا عندي predator مفترس وعندي prey فريسة. مين هنا بيحصل على الاكل؟ اللاين. مين هنا بيحصل على الانرجي؟ اللاين. طب ليه ما بياكلش البلانت؟ عشان هو ميت ايتر. هو it's a meat eater، it's not a plant eater. وطالما هو ما بيقدرش يعمل اكله جوه جسمه دلوقتي بنسميه consumer. يبقى الكونسيومرز تاني نوع اسمهم consumers. يبقى living organism نقسمهم لثلاث انواع. اول نوع اسمه producer، تاني نوع اسمه consumer. consumer they are living organism who can't cannot make their own food، ما يقدروش يعملوا أكلهم. طب إزاي يحصلوا على الإنرجي؟ they eat another living organism. طب ليه eat another living organism؟ because they can't make their own food. يبقى give reason lion eats another living organism to get energy. ليه بياكل؟ ليه بيضطر اللاين؟ ليه احنا بنضطر ننزل ناكل؟ ليه بناكل الفراخ، ناكل اللحمة؟ عشان احنا we can't make our own food. مين الوحيد اللي يقدر؟ البلانت. زي مين بقى الكونسيومرز؟ ياه، كتير جدا. زي اللاينز والشيب والهيومن والبيرد insect snake frog hawk. all of those are consumers. كل دول consumers ما بيقدروش يعملوا أكلهم. they depend on another living organism. بس خلي بالك ان الكونسيومر ده ليه تلات انواع. هم بياكلوا بروديوسر، وفي برضه كونسيومر بياكل كونسيومر. في تلات انواع: primary consumer، secondary consumer and tertiary consumer. Again, primary consumer، secondary consumer and tertiary consumer. خلي بالك ان البروديوسر بياكلوا البرايمري. بص هنا، شايف الارو ده؟ مين اللي بياكل البروديوسر؟ مين اللي بياكل البلانت؟ البرايمري كونسيومر، اللي هو مثلا ممكن يكون زي الانسكت. طب مين بياكل البرايمري كونسيومر؟ السكندري كونسيومر، اللي هو هيجي مثلا بانسر كاميليون هيجي ياكل انسكت. تمام، بياكل السكندري كونسيومر، التيرشري كونسيومر. يبقى كل واحد من دول بياكل التاني. اول واحد محدش بيبقى حاجه قبليه، البروديوسر مفيش حد قبليه، هو اول واحد. يبقى الفيرست لينك هو البروديوسر. بعد البروديوسر بيجي مين؟ برايمري كونسيومر. بعد برايمري كونسيومر بيجي مين؟ سكندري كونسيومر. اكسلنت. وفي الاخر بيجي التيرشري كونسيومر. البرايمري كونسيومر they are living organism or they are the animals who eat plants. ودايما بيبقوا insect، مش دايما قوي يعني most of them insects. يبقى اول حد هياكل البلانت هنسميه primary consumer. يعني انا يا مستر محمود لو رحت كلت بلانت يبقى انا اسمي primary consumer. طيب لو الانسكت راح كلت بلانت اسمها ايه؟ برايمري كونسيومر، صح. طيب لو في جيراف كالت اكيشا تري او كالت اي تري هنسميها برايمري كونسيومر، صح.
انت فهمت الكونسبت دوت، ان the one or the living organism who eats plant we call it بنسميه primary consumer. excellent. طب البرايمري كونسيومر ده بيجي ياكله حد تاني بنسميه secondary. ايه ده؟ يعني في secondary وفي primary؟ السكندري ده هو اللي بياكل البرايمري. مش احنا قلنا برايمري زي الانسكت؟ البيرد ده هيجي ياكل البرايمري فهنسميه secondary. يبقى this bird is a secondary consumer. Give reason. Because it eats primary consumer. طب السكندري كونسيومر ده في حد اكبر منه؟ tertiary consumer. والtertiary consumers often they are large. They are very large, like hawk, eagle, vulture, sharks, lions, tigers, alligators, crocodile. All of those are tertiary consumers. يبقى tertiary consumers هم big. They are big عشان بياكلوا secondary consumer بياكلوا كل حاجة فبنسميهم predators. يبقى predators they are animals who eat another animals. الانيمالز اللي بتاكل another animal we call them predators. طب البريدتور ممكن يكون براي ازاي بقى؟ مش ممكن السنيك ياكل انسكت، التعبان ياكل حشرة؟ يبقى التعبان هنا بريدتور. مش ممكن يجي الهوك ياكل السنيك؟ يبقى كائن حي ممكن يكون بريدتور وممكن يكون براي في نفس الوقت، يجي حيوان تاني اكبر منه ياكله. يعني انا ممكن اكل ايه؟ فرخة صح؟ فانا ابقى بريدتور كده بالنسبة لهم. ممكن يجي اسد ياكلني يبقى انا كده براي فريسة. يبقى living organism can be predator and prey in the same time. طيب البراي eaten بيتاكل. طب في عندنا حاجه اسمها توب بريدتور، اكبر المفترسين او المفترسين الكبار. دول animals at the top of food chain. دول animals في اكبر او في اعلى مكان في الفود تشين في السلسله الغذائيه محدش بياكلهم، زي التايجر واللاين والشارك. كل دول اسمهم توب بريدتورز. البراي they are eaten or devoured by، زي الشيب والانسكت والدير. كل دول اسمهم برايز، فرائس. يبقى احنا كده فهمنا ان عندنا بروديوسر اللي هو كان ميك اتس اون فود، كونسيومر اللي فيه برايمري سكندري تيرشري، وهم they can't make their own food. طب بعد ما ده ياكل وده ياكل وده ياكل ده وده ياكل ده وده ياكل ده، هيحصل ايه في الديد بوديز؟ هيجي الديكمبوزرز. جسم دوت ده كان كائن حي حصل له ديكمبوز، حصل له بريك داون and return into soil. جسمه تحول الى نيوترينز ورجع للسويل. وخلي بالك الكلام ده benefit the soil، يعني الكلام ده بيفيد السويل. اوكي، تعال نشوف الفيديو هنا. زي ما انت شايف الجي اي اف دوت، هنا كان في رابط ميت. بمرور الايام جسمه حصل له ديكومبوز او حصل له بريك داون. حصل له ايه؟ ديكومبوز معايا، ديكومبوز او breaking down. تعال نشوف برضو this wolf or this fox، جسمه حصل له ديكومبوز بس هو هنا الفيديو عكسها. جسمه هنا حصل له ديكومبوز يعني رجع كل النيوترينز اللي فيه رجعت لفين؟ للسويل. مين اللي بيعمل كده؟ اللي بيعمل ديكومبوزيشن او بيعمل بريكنج داون اسمهم ديكومبوزرز. وده الفاينل لينك في الفود تشين. يبقى الفيرست لينك بنسميه بروديوسر، اول حد بروديوسر، and the last link or the final link هم الديكومبوزرز. يبقى الديكومبوزرز دي كائنات eat the dead bodies. بياكلوا dead bodies. يبقى decomposers they are living organisms that carry out the breaking down process. They eat the dead bodies and return nutrients to the soil. بيرجعوا كل المغذيات دي للسويل، زي البكتيريا والفنجاي مايلبيدز worms. كل دول decomposers. They break down dead bodies into nutrients. وده بيفيد جدا جدا السويل. طب لو مش موجود الديكمبوزرز هيحصل ايه؟ dead bodies will cover the earth. اوكي، بيعملوا عملية اسمها decomposition. يبقى الديكمبوزر بيعمل عملية اسمها ايه؟ decomposition. ودي breaking down nutrients into small pieces او break down dead bodies into small pieces.
ولو ما عملوش كده nutrients will not return to the soil. بعد كده عندنا snails وslugs برضه decomposers، هما بيعملوا recycling للnutrients. طيب بص الصورة اللي جاية دي وانت قول لي هي بسيطة it's simple or complex. ايه اللي حاول تفهم هنا؟ حاول تفهم كده، شوف الدنيا ماشية ازاي. امشي مع الارو. تعالى برود صن، تروح للبروديوسر اللي هو جراس، بياخد الووتر. بعد كده بيجي ياكلوا جراس هوبر اللي هو الجراد، فده اسمه برايمري كونسيومر. اللي بياكلوا جراس هوبر الفروج اسمها سكندري كونسيومر. واللي بياكل الفروج السنيك فاسمه تيرشري كونسيومر. واللي بياكل التيرشري كونسيومر اللي هو الهوك هو التوب بريدتور، وفي الاخر بيموت والديكمبوزرز بتاكله. ده اسمه فود تشين. ده موديل بسيط جدا، انا باين لي مين بياكل مين، واضحة جدا جدا جدا. يبقى هنا بروديوسر هو الجراس، primary consumer هو الجراس هوبر، الترشري هو السنيك، والتوب بريدتور هو الهوك. في الاخر الديكمبوزرز اللي هم الفانجي هم اللي بيجوا ياكلوهم. بص الصورة التانية، البلانت ميك its own food وجراس هوبر eats plant، وكل واحد بياكل التاني في الصورة. فالمنظر ده، الموديل ده اللي بيوضح how energy moves، ده اسمه موديل. اسمه ايه؟ موديل. الموديل ده بنسميه فود تشين. يبقى الفود تشين it's a model that show us how energy flow. يبقى الموديل اللي بيوضح لنا ازاي الانرجي بتنتقل من كائن للتاني اسمه فود تشين. الصورة التانية بقى، ده فود تشين برضو. جراس، الانسكت كلته، واللي كل الانسكت الفروج، واللي كل الفروج السنيك، واللي كل السنيك الايجل. دي فود تشين بسيطة جدا واضحة. بص الصورة التانية دي، انا عندي هنا المونكي. تعال اعلم لك عشان نشوف. ادي المونكي اهو. ممكن ياكل ايه؟ ممكن ياكل بامبو، او ممكن ياكل بنانا تري، او ممكن ياكل فروت. عنده كذا نوع. شمبانزي ممكن ياكل بنانا تري، ممكن ياكل بامبو. كارنيفورس، التايجر ممكن ياكلهم. الجاguار، ليوبارد، سنيك. الفروج ده مين ممكن ياكله؟ اليجاتور والاليجاتور، اور السنيك ممكن ياكله. هنا في كومبلكس، هنا في ميني تشويسز، هنا في كذا سبيشيز للشخص الواحد او للكائن الواحد انه ياكلهم. هنا في كذا نوع. شايف كمية الخطوط؟ ده بقى ما اسموش تشين، ده اسمه فود ويب. يبقى فود تشين هي موديل صغير، انما ده فود ويب. يبقى انا عندي هنا كلمتين. اول كلمة اسمها فود تشين، وديت موديل بسيط show us how energy flow. لكن اول ما اشوف كلمة ميني او اشوف كلمة كومبلكس انتراكشن، الكومبلكس دي المعقده كده زي ما انت شايف في الصوره هي الفود ويب. كده الكونسبت بتاعنا خلص. كنا بنتكلم النهارده عن how can we get energy by eating, right؟ وكلنا موجودين في منطقه اسمها ecosystem. هي area that has living organism and non-living thing. في ثلاث انواع من الكائنات: producer they can make its own food, consumers they can't make their own food. في منهم ثلاث انواع: primary, secondary and tertiary. واخر نوع من الكائنات اللي هو الديكومبوزرز زي decompose dead bodies. وعندي حاجه اسمها فود تشين، هي الموديل that shows how energy flow. والفود ويب اللي هي الكومبلكس فود تشين. كده احنا خلصنا الكونسبت، واشوفك في فيديو تاني على كونسبت 3 ان شاء الله. باي باي.